مع التعادل الإيجابي الشوط الأول 1-1. نبيل أنور. خالد أنا أروح مع السد الشوط الأول. السد الشوط الأول. بالابيض الى اليسار والدحيل الطوفان باللون الاحمر الى اليمين. ينطلق نادي السد من البدايه يبحث عن هدف مبكر، كره عرضيه. قائد الدفاع مع غياب وو يونغ رفيقه باستمرار وطارق سلمان رفيقه باستمرار. يا ولد يا ولد يا ولد يا بغداد، عمل نقاط عن نادي السد ولا استعجل قوي المعز. كان ممكن هو يشتغل على الجون على طول ويصوب انه بهدوء الى الهيدوس الى بغداد. بنول خوخي معلم، يا ولد يا ولد يا ولد. صوبات خوخي وتصدي الحارس صلاح زكريا في لعبه صعبه، واكرم عفيف على طول يحاول، وبغداد بنجاح الى ضربه المرمى. كان ممكن يطلع خطوة هنا في العزبة. حكم الفار هو مشاري الشيمة من الزيادة العددية. بغداد بنجاح يعود مميز في ضربات الدفاعية والهجومية. بغداد كبير لأن اللي يتفوق على السد بهذا العدد مش أي حد. ضربة الرأس صلاح زكريا، ولكن على طول بينما الزعيم السد والسد ما ينهد سواء لعب يوم الجمعة. هذا الإنجاز الكبير وهذا التنظيم المثالي لكأس العالم، وفي الطريق إن شاء الله كأس آسيا النسخة رقم لصالح الزعيم. بغداد بنجاح مشغول لعيبة السد بالأدوار الدفاعية من جديد إلى أكرم عفيف. يا سلام على الأستاذ أكرم، أستاذ يا ولدي، أستاذ يا ولدي. مش معقول مش معقول. صغيرين في سن البراعم إزاي يقع على الأرض بدون ما يتصاب، بدون ما يحصل موقف بغداد بنجاح ويحصل حاجة في الترقوة أو في المفاصل أو إلى آخره، ويعودوا الأولاد الصغيرين يقع على الأرض ولما وما يتصابش. وازاي وهو بيقع فنية كروية عظيمة. وعلم الجزائر بغداد وراء بغداد وجه من جديد. كرة القدم القطرية واجهت كرة القدم القطرية في الحيل وأربع مرات للسد. أكرم فرصة الحقيقة سهلة أوي أوي أوي، حطها فوق العارضة من ضربة راس. بغداد بنجاح. مصعب خضر، مصعب كان طلع إعارة لأكثر من مكان منهم الريان. كريم مضياف، شوف كريم مضياف بقول لكم أنا افتقاد لوو يونغ مفيش كلام، افتقاد لطارق سلمان، افتقاد لبدرو. سلام على الباص الحلو الجميل من لا 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 لا, لا فرصة كبيرة على طول إلى بغداد والتصويبة. صوب يا رجل، صوب يا رجل، ولكن إلى ضربة المرمى، إلى ضربة المرمى. فرصة كبيرة للزعيم بقيادة النجم العالمي. نعم ده لعيب عالمي يا جماعة، ده لعيب أحسن لاعب في قارة آسيا، أحسن لاعب في أكبر قارات العالم. أكرم عفيف يصول، ولكن فرصة بغداد بنجاح في كويس قوي الحقيقة علي أسد، لكن ما حدش بيستخدم. فريق الأحلام، فريق الأحلام وما أكثرهم وما أكثرهم انتظارا للحظة الحلوة. عودة تاني من جديد. بغداد استنى واتأنى، عايز ضربة جزاء ولا إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة. هل رجل بغداد جوريور هي اللي راحت لبغداد؟ مشاري الشمري والمسار فعلا ان رجل بغداد ما بين الدحيل والسد. نهائي كأس الفخر والعز كأس قطر النسخة رقم 8 هنا من استاد قاسم بن حمد. تحياتي معلق المباراة أحمد أكرم عفيف في مشروع جول. وصلت الكرة إلى الأمام، تبدو خطيرة إذا تحولت. جول 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 جول. هذه صح من المعز، من بسام من المعز. بعد ذلك ساسي، كل شيء صح، كل شيء صح في هذه اللقطة. لا حتى مركز. خذ المباراة الحين السد ما يرضى بهذه النتيجة الرأسية من بغداد مو على خبرة. بغداد مو قبل كم من سنة. بغداد ما كان يعمل، ممكن يحولها يسقطها في المرمى. يطلب الكرة، تحولت في الجهة اليمنى، لعبها المعز. الله نستمتع، احنا جالسين نستمتع بصراحة. كرة قدم جميلة قدمها دحيل. المعز لعبها. صدقنا هؤلاء الأربعة مثل احنا ما تحدثنا عن نامتهي، لأن نامتهي ما ظهر في لقطة. جاني ساسي إلى الكيني مايكل أولونغا، وبالتالي صارت 2-0
نتيجة الشوط الثاني، لأن في ألعاب جميلة. اليوم يتقدم يقوم لك نادي السد فرحة طاغية، لأن الهدفين يعني بينهم حوالي 3، يعني مو قوة فقط هجوم تحيل، لا، قوة خط الوسط. مرمى السد تبدو خطيرة. بغداد أعتقد هؤلاء اللاعبين الكبار ما سجلوا. لاحظ المجهود، رغبة بغداد ورفاقه بالعودة. هني بسام، هني المعز، هني فرجاني ساسي. هذا الهيدوس يحول، الله لاحظ ردة الفعل. وبغداد بنجاح، ومرة أخرى بغداد يحاول يتقدم جولين، ممكن حتى الهدف الثالث يأتي. يظهر أكرم عفيف، لا، وصلت إلى بغداد. محاط بأكشوف لويس مارتن وين، والمدافع الاثنين على كرة خطيرة أمام المرمى. الدربكة تحدث، تستقر في الأخير عند من؟ عند لاعب خط الوسط. مجهود كبير يساعدون أولونجا، لكن لاحظ اللقطة الخطيرة اللي عملها الهيدود واللي عملها بغداد، ولاحظ في نفس الوقت زكريا حارس مرمى شاب قوي. وصلت إلى بغداد بنجاح. بغداد يلعبها لكن هتصد